موقع الجغرافي لمنطقة زعير بالمملكة المغربية. تقع زعير بين خطي 33 و34 درجة، الواقع في الشمال من خطوط العرض، وبين 9 و6 و7 درجات من خطوط الطول الغربي. أما الحدود الجغرافية فهي كالتالي: تحدها في الشمال القنيطرة، ومن الجنوب بقبائل زيان التي تبعد بنحو 30 كيلومتر وببني خيران، ومن الشرق قبيلة زمور، ومن الغرب المحيط الأطلسي. وبذلك تكون قبيلة زعير تقع وسط المغرب بين جبال الأطلس والمحيط الأطلسي. وأما طبيعة تربتها فهي تتركب من نجد يرتفع عن البحر بنحو 150 متر عن سطح البحر ويتدرج نحوه، وجبالها الجنوبية لا يتعدى ارتفاعها 1000 متر، وتوجد في الجنوب الشرقي سلسلة هضاب على طول 30 كيلومتر، وتربتها متنوعة جدا يطلق علي سطح أرضها اسم الساحل، وهي رملية، وبجانب هذا الساحل توجد أرض حمرية بين وادي إكرفلة ووادي أكرو، كما يوجد نوع التيرسبين إكرفلة وخنوسة، ويطلق اسم الحرش علي الأراضي المحجرة. وأما الطقس والمناخ بزعير، مناخها من النوع الأطلسي القريب من المناخ المتوسطي، تكتسبه حرارة في الصيف ويشتد المطر في الشتاء، حتى أن الجليد يسقط بكثرة في المركز بالرماني. إلا أنه بعد التغيير المناخي الذي حدث بالكوكب ضرب الجفاف المنطقة، وأصبحت زعير تعاني من شح في المطر. وأما بالنسبة للإمطار والتساقطات، تتهاطل الأمطار بكثرة حسب السنة، بحيث أن الفلاحة لا تتوقف علي سقيها بالآلات القديمة والعصرية، وتكثر في فبراير ومارس. المعادن توجد علي بعد 21 كيلومتر من مزراكة علي الضفة اليمني لوادي خنوسة، أطلال لقصبة تعرف بقصبة النحاس، وتوجد بجانبها أطلال أخرى، وكذا بعكراش، وتوجد بصبارة مغارة عميقة عليها علامة مرور إنسان، ولا يبعد أن يكون الذهب وغيره موجود هناك، كما يوجد بالقرب منه إسحيلوكة علامات على وجود الفحم الحجري في أعماق باطن الأرض. وأما بالنسبة لمساحة زعير وسكانها، تتفرع زعير إلي شعبتين عظيمتين: المزارعة والكفيان. تبلغ مساحة زعير حوالي 400 ألف هكتار، تغطي الغابة ثلث أرض زعير، وتقدر مساحتها حوالي 125 ألف هكتار، وتمتد من مرجة الغابة إلى أم الربيع. ونجد الغطاء النباتي لزعير كالتالي: غابة تمارة المنزه، مساحتها 4300 هكتار، وهي امتداد لغابة المعمورة. غابة بني عبيد بعين العودة، مساحتها 5000 هكتار، تقع بين وادي الشراط ووادي يكم، ومعظمها من شجر الزيتون وشجر البلوط. غابة إكريفلة والمشرع تقدر مساحتها ب 15000 هكتار، شجرها يحتوي على العرعار. غابة بورزم مساحتها تبلغ 14000 هكتار، ويغطيها وادي أكرو، ومعظمها من زيتون. بيسطاش البطم غابة السلامنة تقدر مساحتها ب 5500 هكتار، وهي مجموعة حول سيدي بطاش، وأكثر شجرها من البلوط، والباقي من شجر التوي العرعار. وزيتون البطم غابة صيبارة تقدر مساحاتها ب 900 هكتار، وهي تطل على الرماني، ويغطي شجر البلوط 980% منها. غابة وادي عطاش تقدر مساحتها ب 15000 هكتار، وهي امتداد لغابة إكريفلة، وتقع بين وادي عكراش وبدرار، معظمها من شجر البلوط. غابة أكرو وهي أعظم غابة بزعير، إذ تبلغ مساحتها ب 30,000 هكتار، مكونة في معظمها من شجر العرعار والبلوط. غابة وادي تفسين وهي امتداد لغابة بني عبيد، وتقدر مساحتها ب 7000 هكتار، يغطي شجر البلوط منها 50 تنة. غابة عين الخيل تقدر مساحتها ب 6000 هكتار، وهي تغطي شجر البلوط منها 80%. غابة الخطوات تبلغ مساحتها 7500 هكتار، ويوجد معظمها جنوب زعير، وتتكون من شجر البلوط. وللإشارة فإن الأسد كان موجودا بقلة في مسالك وادي أكرو وفي وادي أكرفلة إلى عهد قريب، لكنه لم يبقى الآن سنة 2005. أما الوديان فيوجد وادي الشراط الذي يأخذ مصبه من سوق الاثنين بزعير، ويقطع مسافة
67 كيلومتر، ويسمى طرف منه بوادي البيضة وادي إكرفلة، ويصدر وادي أكرو ويتكون من وادي الدردار والعطش. وادي أكرو يصدر من وادي أبي رقراق في بلاد زيان، ويصب في وادي المويلة الذي يأتي من السوق القديم، ولكثرة خيراتها ونشاط أهلها الذي يبلغ حوالي 2,400,000 نسمة. وقد أضفى عليها موقعها الجغرافي عدة مزايا لا تكاد تتوفر في أي منطقة أخرى من مناطق المغرب، فهي تقع في نقطة الوسط بين فاس قلب المغرب ومراكش باب الصحراء الشاسعة الأطراف. وكانت زعير في القديم هي الرابطة بين العاصمتين الشهيرتين بالمغرب، وكانت ممر القوافل والجيوش الذاهبة والآتية من الجنوب إلى الشمال، كما تشهد بذلك الآثار القديمة البادية لهذه الطرق الآتية منه، تادلة إلى ناحية ابن الحميدي من قبيلة أولاد عمران بزعير، ومنها تتجه إلى وادي أجرو إلى أن تخرج بأرض زمور وتأخذ في اتجاهها إلى مكناس وفاس العاصمة. هذا هو الأمر المعروف قديما. أما اليوم فقد حازت قبيلة زعير مكانة أخرى امتازت بها على بقية القبائل، إذ نجد بها عاصمة المغرب اليوم 24/9/2005 الرباط، وتقصد أيضا للنزهة والاصطياد لما امتازت به من مناظر خلابة ووفرة، ما يوجد بها من أشجار الغابة التي تغطي مساحة 500,125 هكتار، إذ هذه الغابة العظيمة تعد إحدى الثروات العاملة على ازدهار مدخولها والمؤثرة في نشاطها الحيوي المضطرد، مع العلم أن شجر البلوط الفلين يعد أحد أعمدة هذه الغابة التي أصبح يصدر إلى جميع بقاع الأرض. ويكفي شرفا ومجدا أنه يرقد بإحدى ربواتها رجل من أعظم رجالات المغرب وأجلهم في نهضته الإصلاحية، وهو المجاهد الكبير أبو محمد عبد الله بن ياسين، الذي يعد بحق أعظم من دفن بالمغرب بعد الإمامين الإدريسيين الفاتحين الأكبرين.